اولا حينما تتحمل مسؤولية فيتعين عليك اتخاذ قرارات قد لا ترضي الناس في بعض الاحيان. القانون ليس معادلة كيميائية حينما تبقى او معادلة حسابية نتائجها واحدة في كل مرة. انما القانون علم من العلوم الانسانية يختلف الناس في تفسيره. القرآن الكريم وهو محكم التنزيل ونازل من عند ربنا بيختلف الناس في تفسيره في دلالة. لما يبقى عندي نص قانوني في وجهات نظر معينة وشخص معين هو المنوط به اتخاذ القرار فيتعين ان يتخذ القرار بما يتفق ما يراه هو صحيحا ولو اختلف معه الاخرون. القصة بتاعت شفيق المرشح احمد شفيق ان اللجنة كان عندها نص في الدستور ونص في القانون. هي رأت بخبرتها ان هذا النص القانوني يتعارض مع النص الدستوري وانه من المرجح القضاء بعدم دستوريته. تمام. فاخذت على عاتقها الاتجاه ناحية ما تراه راجحا واجتناب ما تراه مرجوحا، وقضت بوقف قرارها السابق كلجنة قضائية وقف قرارها السابق باستبعاد احمد شفيق والسماح له بالنزول مع احالة قانون المباشرة السياسية البند الرابع المادة المضافة الى المحكمة الدستورية العليا، لان اللجنة قدرت ان مآل هذا الحكم هذه المادة اولا واخيرا عدم الدستورية، وانها لو استبعدت احمد شفيق ثم قضي بعدم الدستورية لاصابت الانتخابات عوار شديد جدا يصعب تداركه قد يؤدي الى اعاده الانتخابات. وانا في ناس هترد وتقول اللي هو يعني لو معلش عشان دي تتفهم ان هو لو قدم وانتوا رفضتوه وبعدين راح المحكمه الدستوريه خد حكم هو يوقف الانتخابات. ده تدير انتخابات حتى لو الانتخابات كانت حصلت، فده يلقي ظلال كثيفه ممكن يبقى نعيد الانتخابات من اول وجديد. يبقى بتضرب سكر. انا عارف على الجانب الثاني الناس هتقول لي طب ما هو لو اتخذ حكم برفض الدعوه والاقرار بدستوريه القانون ما انت ستصيب الانتخابات بعوار لو السيد احمد شفيق وصل للاعاده او طلع قانون دستوري. الاحتمالين موجودين، لكن السؤال وانا متخذ القرار هل اركن الى ما اراه راجحا من وجهه نظري بخبرتي كلجنه تضم شيوخ القضاه وهم لهم وجهه نظر في مدى الدستوريه، ولا ارتكن الى ما اراه مرجوحا لما اجي اوازن بين القرارات اتخذ قرار بحسبان ما اراه راجحا ولا ما اراه مرجوحا؟ اللجنه كانت لجنه شجاعه واجهت الموقف واتخذت قرارها على ما تراه راجحا وانه سيؤدي في النهايه الى حمايه العمليه الانتخابيه برمتها من العوار او الضياع. اصبح الموقف النهارده ان احنا امامنا المرشح احمد شفيق تصور حوله بعض الشبهات، لا وفي نفس الوقت الموضوع امام المحكمه الدستوريه. يتعين علينا جميعا ان نتربص بحكم المحكمه الدستوريه. اذا حكم المحكمه الدستوريه انتهى الى عدم الدستوريه ووافقت اللجنه في قرارها برأت العمليه الانتخابيه من اي عيب. تمام. لو لا قدر الله انتهت المحكمه الدستوريه هتبقى مصيبه هتبقى مشكل كبير. طبعا هتبقى مشكل كبير والمحكمه الدستوريه المحكمه الدستوريه التي انا قلت من قبل التي ستضع في حكمها كيفيه علاج هذا الموقف. هذا ليس غريب على المحكمه الدستوريه. المحكمه الدستوريه سنه 87 وسنه 90 وسنه 2000 قضت بعدم دستوريه بعض المواد في قانون مجلس الشعب وفي قانون بشر الحقوق الاساسيه وترتب عليهم حل مجلس الشعب. وفي 3 احكام المحكمه قالت كيفيه معالجه الاعمال التي قام بها مجلس الشعب والقوانين التي اصدرها والترتيبات التي رتبها مجلس الشعب في الفتره السابقه على القضاء بعدم دستوريته. فالمحكمه الدستوريه في هذا الوقت هي اللي هتقول لنا نعيد ما نعيدش نعمل ايه. طيب ما هو يعني هل مشكله انه لما يبقى الفريق شفيق بره او جوه، يعني طبعا في حال فوز الفريق شفيق اذا فاز الفريق شفيق بالرئاسه المشكله هتبقى اعمق بكتير، لان احنا يعني هتبقى البلد كلها بقى تولع مره ثانيه واللجنه تبقى محل اتهام ويطلع تقديراتكم القانونيه خطأ الى اخر كل هذه المصائب التي تتوالى عليكم. يعني ما كانش هذا الراجح والمرجوح اللي حضرتك اتكلمت فيها الأأمن يعني حتى من ناحيه الموائمه السياسيه ان انت تستمر في قرارك بالابعاد؟ نحن لا يعني لا ناخذ مؤامات سياسيه، نحن نتعامل بمؤامات قانونيه.
لان الحل العكسي اللي احنا شايفينه انه الغالب القضاء بعدم الدستوريه، استبعاد شفيق سيؤدي الى بطلان العمليه الانتخابيه برمتها، وكنا سننتهي الى اعاده الانتخابات مره اخرى او عوار دستوري يصيب العمليه الانتخابيه. فنحن لهذا السبب اللجنه قدرت ان في ادخاله اكثر سلامه من الناحيه القانونيه والدستوريه من استبعاده. طب وبتشوف ازاي بقى الهجوم اللي على اللجنه من البرلمان فيما يتعلق بالامر ده؟ بص حضرتك، انا بحترم السلطه التشريعيه وكل ما فيها اشخاص اكن لهم كل تخصص. وهل السلطه التشريعيه بتحترم السلطه القضائيه؟ والله انا اتمنى هذا، وانا اعتقد السلطه التشريعيه كمؤسسه هي المشكله. احنا مش عايزين نخش خلاف مؤسسات، حتى لو افراد خرجوا فهذا لا يعني ان السلطه كلها لا تحترم السلطه القضائيه. اسوأ شيء ان تجر المؤسسات مش الافراد الى خلافات وتبقى فيه تصاحب بين المؤسسات، هذا سيضر بالبلد. والقضاء اعتقد انهم يستشاروا مصلحه هذه البلد ولم ينجروا الى تداخل تطاحن سلطات. ونحن نحتاج اقصى حاجه نحتاجها دلوقتي او اسوء حاجه تحدث النهارده ان المؤسسات تتطاحن بينها وبين بعضها، وده محتمل يا فندم؟ ما اعتقدش. ليه يعني عندكم صبر كفايه؟ لا لا لا، عندنا احساس بقيمه القانون وبقيمه هذه البلد. نحن نحترم، نعرف قيمه مصر. مصر كبيره جدا واكبر من ان احنا نخش في خلافات مع اي حد تاني فتضيع المصلحه العامه وتضيع مصلحه مصر اي مكان موجود. انا النهارده بقول للناس طب انت اللي بيهاجم ما تتربص بحكم المحكمه الدستوريه. نحن ملكنا شجاعه ان نقرر راينا، هل تملكوا صبر انتظار الجهه المختصه تقول ما تقول؟ الجهه المختصه هتقول حاجه من اثنين، هل احنا لجنه قضائيه فعلا زي الدستور ما قال لنا ولينا حق في الاحاله ولا لا؟ دي نمره واحد. احنا تنتهي من هذه الخطوه هيبقى عندها الخطوه الثانيه، هل هذا القانون دستوري او غير دستوري؟ نتربص. اعتقد ان يعني احنا بننتظر حاجات كتير. طيب فلنثق في قضاتنا ونثق في محكمتنا الدستوريه. هو المشكله يعني انت شايف بعد حكم مبارك يعني واضح انه في خيوط كتيره من خيوط هذه الثقه تبددت، لانه ناس كتير بتتكلم مثلا على الحكم صادر بشأن مبارك ورجاله ورجال العدلي بطريقه يعني مش مفهوم ازاي العدلي هو خد مؤبد وبعدين كل الرجال السته خدوا احكام يعني براءه، يعني حاجه برضو مدهشه. فحضرتك بتكلمني عن الصبر، وانا طبعا الصبر جميل بس الصبر برضو له حدود. يعني ما بتشوفش انه كتير جدا في عمليه استفزاز وقهر للطرف الاخر اللي صنع هذا التغيير وصنع هذه الثوره، واللي كان متصور ان البلد كلها يجب ان تمضي وفق خياله في التغيير، خياله في الاصلاح، سرعه في الاداء نحو الاصلاح، استبعاد لكل من شارك، الى يعني كل هذه المطالب الحقيقه مطالب منطقيه. يعني بتشوف ازاي يعني هذا الصبر في المؤسسات، حضراتكم في المؤسسه القضائيه وفي اللجنه العليا لانتخابات الرئاسه، والصبر عند المجلس العسكري الى اخره، والتمهل والحركه البطيئه، مش بتشوف ان ده ممكن يؤدي في النهايه لصدام اخر عنيف في البلد؟ بص انا غير مخول بالتحدث عن المؤسسات الاخرى، انا اتحدث عن القضاء في مصر. لازم الناس تفتكر ان الذي حمى حقوق وحريات الناس من العسف في السنوات الاخيره كان هو القضاء. لازم الناس تقول اللي احدث تغيير حقيقي في تركيبه المجالس التشريعيه 2000 و2005 ثم 2011 هو الاشراف القضائي. وانا القضاء استاذ علي. القضاء لهم تقاليد ولهم قوانين تحكمهم. 2005 برضه اتزورت. 2005 لو حدثت تزويرات لم تحدث. 2010 اتزورت. لا ما بتكلمش 2010. 2010 لم يكن هناك اشراف قضائي. ما فيش اشراف قضائي. 2005 اولا التزوير الذي قيل لم يحدث داخل اللجان. ثانيا حتى من اتهم ولم يثبت كان 21 لجنه من 222 لجنه، وهذه نسبه يعني انا لا اتحدث فيها ولن اخذ فيها. لكن انا اللي انا عايز اقوله ان انت النهارده انا عندي قوانين وقواعد واجراءات احترمها، لان احترامها احترام للمواطن المصري نفسه، لان انا بحقق له ضماناته في المحاكمه المنصفه، بحقق له ضماناته في العداله الحقيقيه. انما اللي عايز وانا قلت قبل كده اللي عايز ياخد اجراء معين تغييري لا يتبع القانون وغير القانون
ولا يدخل القضاء في اتون معارك سياسيه. دعوا القضاء، لان الملاذ والملجا الاخير لكل مصر هيبقى القضاء، فيترفع الايد عن القضاء ويتركوا القضاء يمضي في طريقه. طيب رايك ايه بقى في الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي دي في ميدان التحرير بهذا الغضب؟ يعني احنا رجعنا مره ثانيه للمربع رقم 0. بغض النظر عن التعليق على احكام القضاء، وانا لن اعلق على الحكم، لم اقراه، لا انا ولا حضرتك ولا اي حد من الموجودين هنا قروا الحكم. سمعناه؟ لا انت ما سمعتوش، حضرتك سمعت المنطوق لكن ما قريتش